رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي المتابعين في هذه التغطية الخاصة بمناسبة حملة جمعة نصر القرآن الذي أطلقها سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر. كونوا معنا. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع العراقيين، وبالخصوص على سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله، ونشكره على هذه المبادرة الذي أطلقها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله بخصوص كتاب الله كتاب القرآن الذي أوعز على كل الناس المسلمين والمؤمنين أن يبادروا بإحياء هذا الكتاب العظيم الذي الله سبحانه وتعالى أعصمه وأنزله على المسلمين بأنه كتاب لا يأتيه الباطل لا من فوقه ولا من تحته ولا من خلفه. أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر. تدرى اكو فد هزمه او لعله هجمه كلش قويه صارت من قبل السويد يعني بصوره عامه، وكذلك الدول اغلبها تكون دائما ضد الاسلام او ضد الاسلام بصوره عامه. فنسال الله تعالى جهود الخيرين والمؤمنين والخيرين ان شاء الله، وحسب توجيهات سماحه السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر، فصارت حمله قرآنيه. وهي الحمله القرآنيه حسب بيان السيد الاخير صارت بصوره عامه وصوره خاصه كتيار صدري، وصار التوجيه بالجمع، وصار التعاون من قبل إشراف حماية صلاة الجمعة، وكذلك حماية الجمعة مع الرصافة والإخوة المصلين جزاهم الله ألف خير. طبعا اليوم موضوع مهم جدا الأخوة أشاروا إليه، وهو استنكار ما عملت به في دولة السويد، وهو حرق للقرآن الكريم، وهذا العمل المشين. ومن باب الحريات كان من الأولى بهم أن يطبقوا ما يقولونه، ولكن يفعلون غير ما يقولون. الحمد لله اليوم سماحة السيد القائد عزه الله دعا لنصرة القرآن الكريم من خلال صلاة الجمعة ومن خلال جمع التواقيع ضد هذا العمل المشين. وإن شاء الله أبناء التيار الصدري هم أبناء الإسلام يلبون هذه الدعوة الكريمة. القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. سماحة السيد دائما هو المبادر الأول لنصرة المذهب والإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. وسماحة السيد دائما يحث الأمة الإسلامية على التوحد والإنسانية والرحمة والعطاء. وإن شاء الله القرآن الكريم منصور بمحمد وآل محمد. يتيم منار لكل حيران لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني. نصرة القرآن إنما واجبة عينا على كل مكلف على كل مسلم بطبيعة الحال، وأقل المجزي بطبيعة الحال هو ما أشار إليه سماحة القائد السيد مقتدى الصدر عزه الله، وماذا هو أن تستنكر ذلك سواء بتظاهرة أو باستمارة تستنكر فيها ذلك الفعل المشين وما شابه، باعتبار أنه السباق بطبيعة الحال لنصرة القرآن، وقد أسس لذلك هيئة منذ سنوات وهي إحياء القرآن أو نصرة القرآن بطبيعة الحال. هذا أقل المجزي إذا صح التعبير. ولو شاء الله عز وجل وأراد القائد بأن يأمر بشتى وأي سواء زمانية أو مكانية لنصرة القرآن بأي كيفية بطبيعة الحال لنصرة القرآن، فنحن أكيد على أتم الاستعداد والتهيؤ إن شاء الله. فإنه رباني وعلى في الورى شاني. القرآن رباني
ستبقى صلاة الجمعة ذلك الصوت المدوي والبركان الثائر وجه الظالمين. فالسلام على محيي الجمعة السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره، ومن أحياها بعد استشهاده ولده البار السيد القائد مقتدى الصدر عباس هودي، فريق العطاء الإعلامي، بغداد، جمعة التأميم.